سيد الرئيس، تعتبر القضية الفلسطينية من القضايا العادلة الأولى التي طرحت على منظمة الأمم المتحدة بعد تأسيسها، غير أنها لم تعرف طريقها إلى الحل لحد الآن، بل ليست هناك أي آفاق واضحة حول مستقبلها على الرغم من الجهود المضنية التي يبذلها المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية الحالية. إن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي تجدد رفضها لكل الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في المسجد الأقصى والحرم القدسي، وتجدد الدعوات إلى تحرك دولي لحمل السلطات الإسرائيلية على وقف هذه الممارسات. السيد الرئيس، ما زالت منطقة المغرب العربي تعيش وضعية صعبة من جراء انعدام التنسيق السياسي وضعف الاندماج الاقتصادي وهشاشة التعاون الأمني في سياق تفاقم الأزمة الليبية وتزايد التهديدات الأمنية. إن هذا الواقع يسائل الأطراف التي ما تزال متشبثة بمنطق متجاوز هدفه الوحيد الإبقاء على خلافات موروثة عن حقب سابقة كتلك المتعلقة بالصحراء المغربية. فإذا كان المنتظم الدولي يشجع على حل سياسي مبني على التوافق والواقعية، وإذا كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد من طرف المجموعة الدولية كمقترح جدي وواقعي وذا مصداقية، فإنه يتعين على الأطراف الأخرى في هذا الخلاف الإقليمي أن تتحمل مسؤولياتها وتتخلى عن ازدواجية الخطاب وتنخرط بجدية وروح بناءة في المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. ويجدد المغرب استعداده لمواصلة العمل بكل صدق وعزيمة مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الجديد السيد هورست كولر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي. وبالموازاة مع ذلك يواصل المغرب جهوده من أجل تفعيل النموذج التنموي بأقاليمه الجنوبية وتطبيق نظام الجهوية الموسعة بشكل يكفل لسكان الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية في مناخ من الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة، وتحصين منطقة غرب الشمال الإفريقي من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي. ونؤكد في هذا الصدد على الوضعية المأساوية لساكنة مخيمات تندوف، ونجدد مطالبة المجتمع الدولي من أجل الضغط على البلد المضيف قصد احترام التزاماته الدولية والسماح للمفوضية السامية للاجئين من تسجيل وإحصاء هذه الساكنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.